افتح بيبان النور جانا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بس المقصود من الاحتفاليه ديت والفطار المجمع ده ان احنا نوري الناس كلها ونوري العالم كله ازاي المصريين مهما يحصل برضه متكاتفين وبيحبوا بعض وبيحتفلوا في عز ألمهم بيحتفلوا. وكانت لفتة جميلة من الشباب النهارده بتاع كفر الوكالة لما لقيته مجهز اليافطة اللي هي بتاعة المقدم الشهيد أحمد حسين. يعني دي حاجة بتقول إن الشباب برضه ما يعني إيه، الشباب واعي وناصح وما برضوش إلا الصح. وبإذن الله مصر هتحتفل، وبإذن الله السنة الجاية نكون أحسن من السنة دي، واللي بعدها نكون أحسن بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. شهر الفرح لينا علقنا للزين. بقول احنا بنشكر سيادة النائب الحاج فوزي على الدعوة الكريمة بتاعته والعرس الجميل ده وتجميع الجهاز التنفيذي كله وبرئاسة المركز، ومتشكرين وكل سنة وانتم طيبين. طبعا رسالة لجمهورية مصر العربية كلها والعالم أجمع والعالم كله. بنقول له برضه النهارده المسلمين وهم بيفطروا موجود معاهم الكنيسه، موجود معاهم راعي الكنيسه، وده كان طلب جاي بناء، الزياره دي جت بناء عن طلب من شباب كفر الوكاله. قالوا احنا عايزين راعي الكنيسه واخواتنا الارباط يكونوا موجودين وبيفطروا معانا، وهم طبعا لبوا الدعوه ويشكروا على حاجه زي دي. مهما بيحصل، مهما بيحاولوا يفرقوا بين المسلمين والمسيحيين، مهما هم عايزين يسقطوا الدوله المصريه، لا، مصر ان شاء الله مش هتسقط، مصر طالعه لقدام لان شبابها واعي، رجالها واعيين، الناس مخلصين، الناس وطنيين. مصر دوله بنت 7000 سنه، دولة لها أساس، ماهيش لسه طالعة دويلة بتاعت أول امبارح عايزة تتحكم في العالم كله، بتوقع الدنيا كلها في بعضها، عاملة زي لما تقول ما انتش معروف. رمضان كل اللي راح مغفور ودي حكمة. طبعا إيهاب السلاب على سفر النهارده، وانا دعيت قلت له حاول تبقى موجود، ولكن هو عنده ظروف وقال لي انا كان نفسي ابقى موجود، وبعت الرجاله وده امل متعاون مع بعض. الحمد لله الاثنين يمكن اول اثنين اعضاء على مستوى المجلس كلهم متفاهمين مع بعض، وانا بساعده في بعض الطلبات بتاعته وهو بيساعدني في بعض الطلبات بتاعتي. والراجل لما بيكون عامل حاجه في البيت العيله يكون موجود معاه فيها. برضه لما جينا نعمل وتكون معموله اي حاجه في شرف الوكاله ما هوش كل الشغلات الواحد اللي عاملها احنا الرحمن افتح بيبان النور. والله الخبر اللي عليك يعني بالنسبه لاهالي كفر الوكاله كان فيه طبعا هو إيهاب السلاب كان له موافق في حوالي 1.5 مليون. طبعا هو ما عرفش قصتهم فين، ما كان في مركز شربين. احنا برضه لنا جالنا موافقه برضه بحوالي 1.5 مليون، خاصه وزعتها برضه على الوكاله وبرضه ومنشيه النصر، واحنا بنكمل بعض. هلال رمضان كل اللي راح مغفور. اللي جاي طبعا احسن بكتير زي ما انتم شايفين. الرئيس المجلس ياخد قرارات كويسه جدا. في علاوات جت للناس بالنسبه للتضامن، تضامن وكرامه والتكافل الاجتماعي، وفي علاوات جت للموظفين كلها طبعا وافق عليها المجلس في خلال الاسبوع ده مبالغ كويسه جدا، وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. احنا طبعا بنسعى مع بعض انا والنائب زميلي النائب ايهاب السلاب. الشغل اللي بيتعمل في شربين كله، الشغل اللي بيتعمل هنا في كفر الوكاله، الوصله اللي هي بتاعه الطريق اللي هي بتاعه المربع ابو سعاده ديت واصله بين محافظتين، كان صعب جدا انها تتعمل بمساعده اخواتنا المهندسين ورئيسه مجلس المدينه، وموجود معانا الراجل المحترم طبعا الباشمهندس مصطفى الحديدي، ساعدونا وجبنا المواد بتاعتها واتعملت. برضه في صرف جه في بعض البلاد، بس انا طبعا الذاكره ما يسع فانا اقعد اعد دلوقتي، وما احناش عايزين نزعل حد. ودي حكمة من الرحمن شهر الفرح لينا. طبعا هنقول لدائرة شربين بالكامل وهنقول لجمهورية مصر العربية كلها كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان ما عدى علينا بخير ان شاء الله وبأمان، وبمناسبة قدوم العيد الفطر، ودايما نحتفل بإذن الله وكل يوم نعيش فيه بأمان كده واولادنا عايشين في أمان.
كل سنه والشعب المصري كله بخير، وان شاء الله مصر طالعه لقدام، ومصر هيبقى فيها شغل كويس جدا الايام اللي جايه ديت. في مدن جديده بتتعمل، هيبقى فيها برضو فرص عمل للشباب، في مشاريع القروض اللي هي بتاعت المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي الرئيس برضو دعمها ب 2 مليار، ده كان 200 مليار جنيه دعم بهم الرئيس المشروعات علشان الشباب. ولكن برضو الناس محتاجه تسال وتعرف، الناس محتاجه، الشاب محتاج يسال ويعرف، لازم يفحر في الصخره، اللي عايز يبقى كويس لازم يناحي ويدور ويسال عشان يوصل للي هو عايزه. وان شاء الله مصر للامام، وكل سنه واحنا بنحتفل مع بعض، والسنه الجايه ان شاء الله يكون الاحتفال احسن من السنه دي باذن الله. ما تنساش تعمل اشتراك على قناه شربين عشان يوصلك كل جديد.